بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم جديد. فيديو النهارده عن تامر عبد الحميد. قلت لكم الحقيقه تامر عبد الحميد ده كان لاعب كوره سابق طبعا الزمالك طبعا، بس بيعمل تعصب وفتنه. هو من زمان كده بتاع مشاكل، وبيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. واللي زي ده زي ما قلت لكم ده مريض، يعني الاهلي عمل له مرض نفسي، يعني هو مريض نفسي وليس مريض الحركه. ده ربنا يشفيه، هو بيقول ده بجد ربنا يشفيه. يعني ليس مريض الحركه. اللي زي ده الاهلي عمل له فعلا مرض نفسي، وعمل له تعب نفسي، وعمل له مشكله في دماغه، ولا بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، وبيتكلم وبيقول اي كلام كده وخلاص. طبعا عبد الحميد اصلا هو طبعا يعني طبعا هو ب 100 وش، طبعا ما عندوش شخصيه، ما عندوش اصلا مبدا في حياته. فتلاقي هو منافق ومدرس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر ما قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديوكم بجد والله العظيم حاجه يعني بجد منتهى التعصب والفتنه، وحاجه يعني حاجه غير محترمه مره بجد والله. تعالوا شوفنا معايا كده. طب ما هو يحيى عطية الله هو المسكن، يعني هو المسكن لمجموعه من يعني الصفقات. يعني والله مش عارف اقول لك يا تامر عبد الحميد، عمال تقول يعني بتقول صفقه يحيى عطيه الله مسكن لجمهور الاهلي. مسكن ايه واحنا في صيدليه؟ يعني انا عايز افهم مسكن ايه واحنا في صيدليه تقول لي مسكن؟ مسكن ايه؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ وانت تعتمد معلش هتبقى وانت في صيدليه ولا انت فين بالظبط؟ مسكن ايه؟ ايه مسكن ده؟ مش فاهم. شايف يحصل طلع مسكن ايه ده؟ ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ ده كلام فني؟ استحاله ده يكون كلام فني. هو بس متغاظ من الصفقه بس، دي حقيقه. متغاظ من الصفقه وبيقول لك مسكن. لا هو لا، لكن عايز اقول لك على تامر عبد الحميد، لا هو مسكن لجمهور الاهلي ولا الكلام ده. جمهور الاهلي عارف كويس ان يحيى الله لاعب كبير جدا، ولاعب مميز جدا. فانت لما تيجي تقول كده ده من وحي خيالك بقى، ده من وحي خيالك. تامر عبد الحميد طبعا فتامر عبد الحميد اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. تامر عبد الحميد اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم